Ахмед Арслан Алаудин, пожалуй, самый яркий представитель чеченского народа, пользовавшийся абсолютным авторитетом в другой стране. Бесстрашный и преданный генерал, ради которого меняли веками сложившийся государственный устав. По конституции Хашемитского королевства героем страны человек может стать только один раз. Но в истории Иордании есть единственный случай, когда одного и того же человека наградили дважды. С сегодняшнего дня имя легендарного генерала будет носить одна из центральных улиц нашей столицы. بعشر زامنش تعيا غرخي بحكا ميلج أوضون زامنش شلغي خلرخي دون ونخو ونخ بوش بعد توشك شي دون يورخ متك دنيا جا يغير تعلق دون لخو أتغن وي دون عمدي كان دون أرسان دون ونخل دون الإيمان دوش خلر سو دون دنيا جا نوشي جنته دزليت دنيا قل لك يا مير اللي عدونا يقي تبعندوش طبعا دقو زام عيال شو تخنقشي تعبنا تيجا دونا يردن بتشالكا باخ سوق عشي دوز بس بير شو عزام عيال شو دونا وينو دونا أرسل عيال شو عوش كده دقو دون كون دوش كده يوت إيشا دون تن دون الخلال صو دونا وين تنخ وين يعني ناس مصر خليل وين دونا نقشي دائما نادونا ناوست ويشوا دوتا ويشوا وش ويشوا وناوست الكيج خل خايج دهان دونا يردن بتشالكا دونا شوز ونحشل جيتن دونا ونحشل دون سي دون مو خل ديز مو دون خل ديز ألا دواج دقيرو يردن دونا نحشي بيز حاسة خل بورج إذا أم دقة دنيش دون أتسوه جويت عن أجي المتصل أو خل دونا شاش يردن بيرخ العربي مير نحوي سيدونا ودوي لقات خلوش دون بتشع دونا إنت وصل بتشع دونا مير اللي تي دونا اللي تي يخلرتي دون إيمان خلرتي بير ما يفتين خلرت بس من دار خلرت دون ويتعاشي كوي شخوشتو دلح تاع ولي دعقبتنا تاع بوخ دولتشي قاعد دونا إيش لربرخ دون سير دون عدل نظام لردرت دون أمتي دون مير اللي تي دون شيل جوز اللي تي كوش يخن ويفك دون قي دون دال وزن وقال تعرف دو قيومات صارتي وقال خوش بولتشا ديت دع مك دون حرب دون شي دي كريان شي نح أرسلان وقت وين قال والوي قال ولا وين ويجابك يفرط يحكن يحد يخرج منه نقشو بوصل باوش دون صول ديز دو خدو دون وقع دون أفيتسيرس بو جنرالس بو دق نقصن دونه ونه ميدا ودونا دوش مو خلويس خالا دونه أرسلاني دون إستوري تنبوخ حاوس ديزلي دونه تنخ دونه إلكتري شيشايز إموسو دونه دقو إسلوش عورن ووزا فيز دق إسخاء ديز بيدال دون إديق الويلة دال إولشان إيمان صوبر الويلة دال سندما ديال سيديش دونه تنخ باونه مثل اللي تبين دونه بوصل بسلاحهم نقشي قوما بيد يسوين إيمان إسلام ودال دعبير كتير مثل Ахмед Арслан был участником арабо-израильской войны 1967 и 1973 годов. В 1979 он освобождал Мекку от террористов, много раз консультировал руководителей ближневосточных стран по противодействию терроризму и экстремизму. Не раз спасал монархов не только Иордании, но и Марокко, Омана. شيء نقل لنا دنيا ويخل سيدتنا دق برجل كيجينش بوتش حاجين صار خلبو ويتيجي مو دول هو دقاتش ورخوتي ويديل دي خادو يدق ما خيش دنيا ويمولي الخاء وين دقاتش حرمي برخت يقش وغوا نخشي حلق الاشي دنيا نندق. Ахмад Арслан был потомком чеченцев, которые переселились в Османскую империю из России еще во второй половине XIX века. В их семье до сих пор говорят на своем родном языке, чтят обычаи и традиции народа, рассказывает сын военачальника Али. По его словам, уважение и признание на родине – самая большая награда для семьи легендарного генерала. Алхамдулилlah, тай нохчи дуйхуш, нохчи гилк лелош, адит лелош, даймох бисаца биша ишт лелду. اتسح وي تي بختيش خز تن سيالوش غيرش دو خلادو رمضان احدين شنا احتدان دين سي سون دين دادل شي ديسلوردات دير رز خلحون دير رز مسانا خلق قل بلا سدا ترخلت ورم عبلش تو اتسح دولش نحاتون بالقوش إشتوي خا دال مقلحة تودهون إتسح
ملبون نختشنا تح خلشنا بالقوتشا حون ريز دولشا اشتعيت حون اشتخينا حقتو دولش دعون دايما كن اشتخينا حقتو دولش دوشن دال مخنا حد دال سيدويل دير ريز خلشن. Эта улица, известная как Стахановцы, отныне будет носить имя гениального военного стратега, который за защиту Иордании от внешних врагов стал самым молодым генералом на Ближнем Востоке. Мемориальную доску торжественно открыли глава Чечни Рамзан Кадыров и сын Арслана Али. دونه كورت وعطا وش دون سن على دونه محتوى أخوي نوشي دو ألت يحكي ناس دون دونه يتسلري دون إيمان دون الله مثلا. Чеченский лев арабской пустыни. Так называли Ахмада на Ближнем Востоке. Он ушел из жизни в ноябре прошлого года, на 72-м году жизни. Долгие годы возглавлял элитное подразделение отряд специального назначения 71-й части. Несмотря на то, что родился и вырос в Иордании, он всю жизнь тянулся к малой родине, вспоминает сын. Родной язык, обычаи и традиции для генерала были святы. Ясмина Гацаева, Адам Чекуев, Дауд Куруев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.